السلام عليكم اصحابي يا حبايبي. طلبتوا مني حلقات عن الاختراقات اللي حصلت في الموساد واشهر الخيانات. الحلقه ديت هتكون جزء من السلسله ديت. تعال نشوف الموضوع بدأ ازاي. الموضوع بدأ في سنه 1996 لما كان نتنياهو لسه متولي رئاسه وزراء الكيان الصهيوني. دخل عليه وزير دفاعه اسحاق مردخاي حتى من غير ما يستأذن، وحط قدامه ملف. قال له سوريا داخله الحرب. قال له ايه اللي حصل؟ قال له في معلومات مؤكده ان سوريا حركت كل منصات الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني. كمان أعلنت الاستدعاء جميع القوات الاحتياطية. بدأ نتنياهو يسترجع كل الذكريات اللي حصلت في سنة 73 وإزاي المصريين خدعوهم وقالوا لهم إن مفيش أي حرب. بعد كده اخترقوا سيناء واخترقوا خط بارليف واستولوا على سيناء كاملة. كان نتنياهو قدام خيارين كلاهما مر. أول حاجة إن هو يصدق المعلومة ويعلن استدعاء القوات الاحتياطية، ودوت هيكلف إسرائيل مبالغ ضخمة جدا، ملايين الدولارات. أو إن هو يتجاهل المعلومة وممكن يكون في نسبة خطأ ويهجموا السوريين ويستردوا الجولان كاملة زي ما عملوا المصريين. ما كان منه إلا إنه رفع سماعة التليفون وأعلن التعبئة العامة في إسرائيل. بعد كده كلم البيت الأبيض وشرح لهم الموقف، قال لهم السوريين عاوزين يهجموا علينا. وبعدها بساعات قليلة توجه وفد من الموساد وكان معاهم نتنياهو للCIA الأمريكي، جهاز المخابرات الأمريكي، وبدأوا يعرضوا عليهم كل المعلومات اللي واردة ناحيتهم. قالوا لهم المعلومات دي دقيقة. قالوا له المعلومات دي دقيقة بنسبة 100%. قالوا لهم بس أجهزة القمر الصناعي الأقمار الصناعية بتأكد إن مفيش أي تحركات للقوات السورية. قالوا له إحنا متأكدين بنسبة 100%. اللي جاب المعلومة ديت أفضل ضابط موجود في جهاز الموساد. قال لهم طب ومصدر المعلومة؟ قالوا له مصدر المعلومة واحد موجود في المطبخ السياسي السوري ومقرب جدا من حافظ الأسد. رئيس الموساد ورئيس الCIA بدأوا يتداولوا المعلومات ويتكلموا لساعات طويلة جدا، وفي الآخر ما وصلوش لحل. فما كان من البيت الأبيض إلا إنه أرسل وفد مباشرة لحافظ الأسد وقال له أنت عندك نية إن أنت تدخل الحرب ضد إسرائيل؟ قال لهم إحنا ما عندناش النية دي خالص، وصور الأقمار الصناعية عندكم تثبت لكم دوت. لكن لو إسرائيل عندها نية تدخل الحرب إحنا كمان مستعدين بنسبة 100%. بدأ رئيس الCIA يتكلم الوفد بتاع الموساد وقال لهم أنتوا ليه متأكدين بنسبة 100% من المعلومة دي؟ قالوا له اللي جاب المعلومة ديت أساسا مش شخص أو ضابط موجود عندنا شغال بقاله أكتر من 25 سنة. كل التقارير بتاعته في منتهى الدقة، عمره ما جاب لنا معلومة واحدة غلط. كمان المصدر بتاعه شخص شغال معانا أكتر من 15 سنة، وشخص مقرب من حافظ الأسد، شخص هو اللي بيصنع القرارات نفسها. قالوا لهم مفيش غير حل واحد، احنا نعمل زي لجنة ونبدأ ندور حوالين الضابط وحوالين المصدر بتاعه علشان نعرف المعلومة دي إن كانت صح أو غلط ونتأكد. هنا بدأ الموساد يرجع كل الذكريات وكل حاجة حصلت مع ضابط المخابرات دوت. ضابط المخابرات دوت كان اسمه يهودا. اتولد فين؟ اتولد في ليبيا في ثلاثينيات القرن الماضي، قبل ما يكون في حاجة اسمها الكيان الصهيوني أصلا في سنة 48. طيب أبوه كان إيطالي وأمه كانت يونانية، عشان كده كان بيتكلم لغات كتير، كان بيتكلم عربي ويوناني وأسباني وإنجليزي وألماني. عادة اليهود إن هم كانوا بيعلموا أولادهم كتير اللغات. ولما وصل سن 12 سنة حصلت في ليبيا حاجة اسمها مذبحة اليهود. هحكي لك حاجة صغيرة عنها نبذة عشان تبقى عارف الدنيا رايحة فين وجاية منين. في سنة 1948 حصلت مشادة أو خناقة بين واحد يهودي عربي في ليبيا وواحد تاني عربي مسلم، وهم بيتخانقوا مع بعض. طلع يجري واحد على قهوة كان بيقعدوا فيها ناس يهود ومسلمين في نفس الوقت، وقالوا لهم الحقوا ده في واحد يهودي بيضرب واحد عربي. العرب قاموا وهاجوا وطلع يجروا على مكان الخناقة، وطبعا اليهود وراهم، وحصل احتكاكات وبدأ يحصل ضرب وشد وجزر، وبدأت تسيل زي ما بيقولوا بعض الدماء. في الوقت دوت طلع واحد وقال لهم طالما احنا مش قادرين نروح فلسطين ونحررها، احنا لازم نطلع كل اليهود اللي موجودين في ليبيا بالجوه. مين اللي قال الكلام ده؟ محدش يعرف لحد دلوقتي.
ركز معايا عشان هقول لك اللي حصل بعد كده ايه. اللي حصل بعد كده ان العرب توجهوا لاماكن الحارات اليهوديه، كان اسمها الجيتو. هم يعني بيتجمعوا في مكان ويسموه الجيتو، مكان بيبقى منعزل بيعيشوا فيه اليهود وبس، مفيش اي حد تاني. اليهود كانوا مستنيينهم، اللي ماسك عصايه واللي ماسك سلاح ابيض يعني سكينه واللي ماسك سلاح هادي، والاخطر من كده ان كان في ناس معاها قنابل يدويه ومستنيه فوق البيوت. اول ما بداوا العرب يجربوا بدا يرموا عليهم الجنابل وبدات تحصل مذبحه اتقتل فيها كتير من العرب يسكتوا بطبيعه الحال، لا دي بلادنا واحنا موجودين فيها واليهود موجودين وبيدبحوا فينا، ما يحصل، ما ينفعش. بدأ العرب يهجموا على اليهود في كل مكان في ليبيا، في كل مكان قاطبة، في بني غازي وطرابلس، كل مكان، وبدأت تحصل مذبحة ومات أعداد كتيرة جدا من اليهود. بعد كده بدأ اليهود ينشروا يقول لك احنا ملناش عيشة هنا في ليبيا، لازم كلنا نتوجه ناحية الكيان الصهيوني. طبعا اللي حمل ده كله الموساد عشان اليهود يسيبوا ليبيا ويتوجهوا للكيان الصهيوني. طيب يهوذا كان فين في الوقت ده؟ يهوذا كان سنه 12 سنة. عمه لما شاف الخناقة دي كان شخص جبان والادرينالين بدأ يزيد في جسمه، فطلع يجري ناحية البيت، بص لا يهوذا اغتصبوا. مع الأسف الشديد يهوذا لما عمه اغتصبوا ملاش قدامه غير لو ينزل الشارع. لما نزل الشارع بص لقى العرب بيدبحوا في اليهود واليهود بيضربوا في العرب، وبص لقى الدم موجود في كل مكان. كره عمه وكره العرب وبدأ يتربى جواه مشاعر كراهية وحقد وغل وقتل كل المشاعر السيئة باتجاه العرب. بعدها بكم شهر بدأ أبوه يتوجه للكيان الصهيوني، خد العيلة بتاعته كلها وراح لإسرائيل وبدأ يعيش هناك. وبعدها بفترة دخل الجيش، وهو في الجيش طلب منهم ان هو يكمل حياته في الجيش. استمر في الجيش ودخل بعد كده مدرسة اسمها مدرسة المدربين، وبيجي مدرب في جيش الكيان الصهيوني. بعدها بكام سنة توجه للكونغو لتدريب الناس الصهاينة هناك. وهو هناك كان في واحد من أعضاء الموساد بص عرف لا يهوذا شخص عصبي كاره للعرب بيتكلم لغات. قال له انت ليه ما تنضمش لاي جهاز امني؟ قال له جهاز امني زي قال له زي الشباك او الموساد. يهوذا ما صدق، سمع الكلمه ديت وقدم طلب. اول ما رجع لاسرائيل حطوا حاجه في حاجه اسمها الفرز، بدا يفرزوه نفسيا، لو نفسه عنده كميه غضب مهوله ناحيه العرب، قرروا ان هو يستغله دوت. بعد كده دخل في فرز جسماني، بعد كده دخل في دورات كتيرة جدا، بدأوا يدربوه على الغطس، على استعمال السلاح، على استعمال اللاسلكي، على استعمال الحبر السري اللي كان في الوقت دوت يعتبر أفضل حاجة تكنولوجية موجودة في الوقت ده، زي الذكاء الصناعي مثلا الوقت. وبأكتر من كده إنه خد دورات في الطيران، إن هو إزاي يقود طيارات. بعد كده بدأوا يسندوا ليه مهام، كان من ضمن المهام ليه ديت إن هو يقتل الأديب علي نجم، وده كان أديب كبير جدا فلسطيني. وقرر يهوذا ان هو يقوم بالعمليه لوحده، بدا يجمع المعلومات ويخطط وعمل كل حاجه، وفضل لمده 6 شهور يراقب الشخص دوت لحد ما انتهز الفرصه ان هو موجود في الاسانسير، وكان في ليله يعني هاديه جدا، ودخل عليه وضرب عليه اكتر من 16 طلقه، صفاه بكل ما تحمله الكلمه من معنى بمسدسه الكاتم للصوت. اترجى ورئيس الموساد نفسه كرمه. بعد كده اوكلوا ليه عمل مجموعات تخريبية في السودان ونجح فيها بشكل عظيم جدا، وقتل مجموعة كبيرة من السودانيين، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كده تولى الملف النووي العراقي ونجح فيه برضه نجاح كبير جدا جدا جدا. في الوقت دوت بدأ يهوذا يعني يحس بنفسه، يحس بعظمته، يحس ان الفلوس اللي بياخدها دي قليله جدا عليه، وانا شخص عبقري وشخص ممكن اعمل حاجات كتيره جدا، وانا افضل من رئيس الموساد دوت اللي هو موجود، افضل من كل الضباط اللي حواليا. وجات له الفرصه بعدها بكام سنه لما الموساد طلب منه وقال له في ضابط كبير موجود في فرنسا مطلوب منك ان انت تروح وتجنده. توجه يهوذا ناحيه باريس، واول ما شاف الضابط دوت اساسا وجمع معلومات حواليه عرف وتأكد إن هو لا يمكن تجنيده بأي حال من الأحوال. شخص من أسرة كبيرة، شخص ما بيغلطش، شخص عنده كرامة كبيرة جدا، شخص متدين، ملوش في النسوان، ملوش في الخمرة، ملوش في الرشوة. تأكد بنسبة 100% إن لا يمكن تجنيد الضابط السوري الكبير ده.
لكن بالنسبة له دي فرصة كبيرة ما ينفعش إن هو يعديها. بعدها بكام يوم عمل صداقة مع الضابط دوت، وعرف إن الضابط موجود في فرنسا لأن ابنه عنده مرض خطير في رجليه، وهو بيدور على يعني دكتور إن هو يساعده. قال له انا ممكن اساعدك، وكل ما تيجي فرنسا ممكن تيجي تقابلني سواء في فرنسا او في ايطاليا او في اي مكان في الدنيا وانا هحاول اساعدك. وبعد كده بعت تقرير الموساد قال له ان هو قدر يجند الضابط دوت، بس الضابط دوت عنده شروط كتيرة جدا. أول حاجة ما يتعاملش غير معايا أنا بس. تاني حاجة اللقاءات بتاعتنا لازم تكون في كافيهات وأماكن عامة. تالت حاجة أي مبلغ يطلبه ياخده مهما كان المبلغ ده كبير أو صغير. رابع حاجة محدش يتصل بيه نهائيا، هو لما يكون عنده معلومة هيتواصل معايا وأنا هوصل لكم المعلومة. رغم إن المعلومات يعني الشروط دي كانت صعبة جدا، إلا إن الموساد وافق عليها. واستمر يهودا أكتر من 15 سنة يكتب هو التقرير من وحي خياله نتيجة المعلومات اللي كان بيجمعها من أماكن تانية ويكتبها للموساد، وياخد ملايين الدولارات مقابل المعلومات اللي هي أصلا ملهاش مصدر دي. وطبعا الضابط عمل معاه صداقة، كان كل سنة لما ينزل فرنسا يروح يجابله، وطبعا الموساد كان بيصور دوت أساسا وعلى أساس إن هو بيديله معلومات. استمر الحال على دوت فترة طويلة جدا، لكن كان في ضابط حاطط يهودا في دماغه وكان باستمرار بيتابعه، فكتب تقرير وقال إن مفيش أصلا ضابط سوري، وإن ده كله من وحي خياله وإن هو بينصب على الموساد. يهودا لما عرف الموضوع دوت بعدها بكام يوم رفع تقرير وقال ان الضابط السوري قرر ان هو يعني يتحال على المعاش ومش هيقدر يفيدنا باي معلومه مهما حصل. استمر الحال على دوت اكتر من 3 سنين، وكانت الصفحه بالنسبه له اتقفلت خلاص بنسبه 100%، وجمع فلوس كتيره جدا لحد ما حصلت مفاوضات بين اسرائيل وبين الجبهه السوريه على اساس ان هم يصفوا الخلافات تماما ويقتسموا الجولان جزء وجزء. ده ما عجبش اليمين المتطرف اللي موجود في اسرائيل. وفي نفس الوقت اسرائيل والموساد بدا يحاول يعرف السوريين عندهم نيه حقيقيه ناحيه الصلح ولا دي مجرد اقاويل ومفاوضات. ما كان منهم ان هم حاولوا بكل الطرق لكن ما عرفوش، فما كانش منهم غير انه طلبوا من يهودا ان هو يتواصل مع الضابط السوري ويقول لهم المعلومه ايه. يهودا كان شخص جشع جدا، فقال لك فرصة ان انا اخد كام مليون دولار من الموساد. كتب التقرير والمرة دي بدل ما يكحلها عماها زي ما بيقولوا، قال ان السوريين اعلنوا لاستدعاء القوات الاحتياطية وحركوا منصات الصواريخ، وكتب كل التقرير اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقة. في الوقت دوت اتأكد الموساد إن يهودا يعتبر خاين وإن كل دوت أساسا من وحي خياله، فرفعوه بعد ما قبضوا عليه وبدأوا يحللوا له المعلومات اللي موجودة عليها، وكانوا عبارة عن 24 كرتونة مليانة تقارير. إن هم يلاقوا معلومة واحدة غلط ما لقوش قدامهم غير التقرير اللي كتبه الضابط اللي بيقول إن مفيش ضابط سوري أصلا وإن يهودا بيخدعهم. واترفعت حكايته للقضاء وتم الحكم عليه لمدة 5 سنين، وفضل هناك لمدة 2.5 بعد كده أفرجوا عنه نتيجة الخدمات الكبيرة اللي هو قدمها للكيان الصهيوني. ده كان يعتبر من أشهر الاختراقات اللي حصلت في جهاز الموساد. يا جماعة ما تنسوش تعملنا لايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.